داخل امتحان ثانوية عامة الصبح، أنا بس عاوزك قبل ما تنام عايز أقول لك كلمتين 2 كده. الامتحان ده مهم؟ الامتحان مهم جدًا، بس مش مهم لدرجة إن هو هيحدد حياتك كلها، لازم تكون عارف ده. ياما ناس كتير أوي جابت مجاميع عالية جدًا، وبعد ما دخلت كلية طب ودخلت كليات قمة حياتها وقفت، وياما ناس برضه ما جابتش مجاميع خالص في ثانوية عامة ودخلت كليات عادية، ولكن طوّرت من نفسها، أخدت لغة، شافت السوق العالمي محتاج مهارات إيه واتعلمت المهارات ديّة وبقت أحسن من 100 دكتور ومن 100 صيدلي ومن 100 ممرض، بقوا أحسن من ناس كتير جدًا. الامتحانات مهمة ولكن في أولويات. الامتحان هيحدد مرحلة واحدة في حياتك، مش هيحدد مستقبلك كله، مش هيحدد حياتك كلها. لازم تكون عارف حاجة زي ديّة كويس جدًا، ولازم تاخد في الاعتبار إن ديّة مش نهاية المطاف. حُط في دماغك كده إن أنت أولًا وأخيرًا ما عليكش غير السعي. حُط خطة للي جاي، خُش الامتحان خُش الامتحان عادي خالص، ولكن علشان تكون عارف إن ده مش نهاية المصير، ديّة البداية ليك وبداية لتحقيق هدفك وتحقيق مستقبلك مهما كانت نتيجة الامتحان اللي أنت داخله إن شاء الله. تابعني بإذن الله علشان الفترة الجاية في حاجات كتير جدًا لخريجي والناس بتوع الثانوية العامة إن شاء الله، وطرق كتير جدًا للسفر بإذن الله والمذاكرة. ربنا يوفقكم جميعًا.